تفتكروا ايه الزحمه دي كلها وليه كل الناس دي جايه تتسحر هنا؟ ولقينا على صفحتهم ان مكانهم اتغير، فتعالوا نقول لكم اتسحرنا ايه من هنا. طاسه معروف ان هو واحد من اجمد الاماكن اللي بتعمل طاسات جبنه سايحه في اسكندريه. يلا بينا نبدا بطاسه بطاطس بالجبنه السايحه ونشوف الكلام على ايه. مستخدمين توابل بطاطس حلوه جدا، والخامات اللي مستخدمينها في الجبن حلوه قوي قوي. وتاني طاسه معانا طاسه سجق جبنه، ودي من الطاسات اللي بحبها جدا عندهم، غرقانه جبنه وفيها كميه سجق كتير جدا. طعم السجق في الطاسه هنا حلو جدا، وميكس الجبن كواليتي نظيفه قوي. وندخل دلوقتي بقى على واحده من اكتر الطاسات المميزه عندهم واللي احنا بنحبها جدا والمفضله بالنسبه لنا، طاسه الستريبس بالجبنه. احنا طلبناها سبايسي مش عاديه، لان السبايسي عندهم حلو قوي ومش السبايسي الحامي. الطاسه دي هتفضل واحده من اكتر الطاسات الحلوه عندهم واللي لازم نجيبها كل مره. ودي كانت تجربتنا النهارده لطاسه واحد من اكتر الاماكن اللي هتتبسطوا لما تتسحروا فيها. وكمان عندهم صاله للفطار، وعنوانه في ظهر جرين بلازا جنب قهوه همبكه، وده فرعهم الوحيد، ما لهمش فروع تاني. وده كان تاني فيديو سحور لينا، استنونا فيديوهات سحور تانيه. وبس كده، مش اللايك والفولو. سلام.